السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك لسنة 2023، فكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة دايما ووسط أهلكم والناس اللي بتحبوهم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض في رواية جديدة اسمها رواية الدحيحة. بس يا ريت قبل ما نبدأ في الرواية بتاعتنا حابة أنوه على كام حاجة كده. أولا إنه الحجاب فرض على كل مسلمة. ثانيا إنه حرام أي ولد يلمس بنت أجنبية عنه أو بنت تلمس ولد أجنبي عنها، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. غير كده أحداث الرواية كلها محترمة جدا، ما فيهاش أي كلمات أو مواقف مثيرة للمشاعر أو خادشة للحياء. أنا بس حبيت أنوه على النقطتين دول، وأظن النقطتين دول منتشرين جدا وكلنا بنشوفهم كتير في الواقع وفي الأفلام والمسلسلات، برغم إنهم خطر جدا يا جماعة. بس ما علينا، ربنا يهدي. أسفة بقى لو طولت عليكم في المقدمة، ويلا نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا. بتحبيه ازاي يا بنتي؟ ده صايع وبتاع بنات، انت مش شايفة البنات حواليه عاملين ازاي؟ بصت لها بتوتر وعدلت النضارة بتاعتها اللي لابساها بسبب ضعف نظرها. بس هو بيكلمني ساعات وبيطمن عليا. انت لسه لحد دلوقتي مش مستوعبة انه بيكلمك عشان تغششيه في الامتحانات؟ يا بنتي ده بيضحك عليكي لان دي شغلته. بصت لها بدموع وقالت: بس انا بحبه يا سلمى وبغششه عشان ما يسقطش ويعدي، لاني عارفة انه مش بيذاكر ومش في دماغه اصلا. وانت ليه تعلقي نفسك بواحد زي ده؟ ليه تريقي نفسك وتفكيرك في واحد ما يستاهلش؟ مين قال انه ما يستاهلش؟ مش ممكن بيحبني فعلا، لان طريقته معايا بحسها مختلفة. مش يمكن يخيب ظنونك ويطلع كويس؟ كويس؟ باللي انا شايفاه ده ما اظنش. انا عارفة اني وحشة وشكلي مش اللي هو، بس اهو بحط امل على الفاضي. ليه؟ انت ناقصك ايه؟ ليه بتقولي كده؟ انت مش شايفة شكلي والنضارة اللي لابساها وخافية نص وشي دي؟ انت ليه بتقولي كده؟ وليه شايفة الوحش بس ومش شايفة ان خلاص كام شهر وتكوني معيدة في الكلية؟ وليه مش شايفة انك اشطر واحدة في الدفعة واكتر واحدة بتساعدنا وعمرك ما بخلتي على حد بحاجة؟ ليه مصممة تقللي من نفسك؟ كل ده مش مهم، انا مش بنت جميلة عشان واحد زيه يحبني، صح؟ ولا شكلي ولا طريقة لبسي يخلوه يبصلي او يفكر فيا، صح؟ غلط يا فيروز. انت جميلة قوي على فكرة، ده كفاية لون عيونك اللي بيخطفوا قلبي دول، اللي مش عارفة هي زرقاء ولا خضرة ولا ايه حكايتها. يا ريت كل الناس شايفاني جميلة زيك كده. حاولي تخرجي من الصندوق ده يا فيروز، وحاولي تغيري من نفسك وتفكيرك، لانك والله جميلة قوي. كفاية قلبك الطيب وروحك الحلوة، ولو اللي هيحبك عشان شكلك فبلاها خالص، وانسي اي حاجة ممكن تزعلك، انا معاكي. كانوا واقفين بيتكلموا وسلمى شافته جاي عليهم، نفخت بضيق وبصت الناحية التانية. عمر بابتسامة: ازيك يا فيروز، عاملة ايه؟ الحمد لله، وانت عامل ايه؟ الحمد لله. بقولك كنت عاوز تلخيص لمادة لو معاكي اذا امكن يعني. معايا هبعتهولك PDF. ماشي، ما تنسيش. تمام، ما تقلقش. طيب سلام يا قمر. سابها ومشي وهي كانت باصة ليه بهيام. ايه يا بنتي؟ شفتي؟ قال لي قمر. تفتكري هو شايفني قمر فعلا؟ يا رب صبرني، هي اشطر واحدة هنا بس طلعت ما بتفهمش في الناس. تفتكري يكون بيحبني يا سلمى فعلا؟ انا هقوم امشي عشان ما اخبطش دماغك في الشجرة اللي وراكي دي، سلام. مشيت وسابتها، وفيروز قامت ومشيت هي كمان. عدت ايام الامتحانات، وكان طول ايام الامتحانات بيكلمها وبيطمن عليها، وكان على طول معاها وبيقول لها احلى كلام ممكن اي بنت تسمعه، لدرجة انها كانت اسعد بنت في الكون. طبعا اي بنت مكانها هتبقى نفسها تسمع الكلام ده من الشخص اللي بتحبه. عمر، ممكن اتكلم معاك شوية؟ عمر بص لاصحابه اللي منهم شباب وبنات، ومعظمهم بيبص لفيروز بسخرية وبعضهم بشفقة. قرب منها ببرود وقال: نعم، ممكن نتكلم شوية لوحدنا؟ عمر اتنهد وشاور لها قدامه ومشيت، وكل اللي واقفين بيضحكوا عليها بسخرية. واحدة من اللي واقفين قالت: شكلها صدقت اهتمام عمر بيها وحبته. شكل عمر أثر عليها جامد.
اسكتوا بقى يا جماعة عشان البنت صعبانة عليا قوي. انتوا مش شايفين عينيها بتلمع ازاي لما بتشوفوا؟ فعلا، بس انتي مش شايفة شكلها عامل ازاي وعمر عامل ازاي وابن مين؟ عمر استحالة يبصلها اصلا. والله حرام اللي بيحصل في البنت المسكينة دي يا جماعة. بس اسكتي يا محامية، خلينا نشوف اللي بيحصل ده. وقربوا من المكان اللي قاعدين فيه وسمعوا الكلام وهما بيضحكوا. عمر وفيروز كانوا راحوا قعدوا في مكان بعيد شوية. اتفضلي، عاوزة ايه؟ الامتحانات خلصت وخلاص، دي كانت آخر سنة لينا مع بعض وتقريبا مش هنشوف بعض تاني، وما كنتش عاوزة الأيام دي تعدي. ليه؟ ده الحمد لله إنها عدت. ولا أنت بتحبي المذاكرة شكلك؟ لا، أنا ما كنتش عاوزاها تعدي عشان تفضل جنبي. بصلها باستغراب وسأل: إزاي يعني؟ عمر أنا بحبك. عمر بصلها باستنكار: نعم. وبعدين سمعوا صوت ضحك عالي جاي من وراهم. وبنت منهم قالت بخبث: يا حرام يا عمر، هي ما تعرفش انك كنت واخدها وسيلة علشان تنجح ولا ايه؟ وانك كنت بتلعب بيها عشان تغششك في الامتحانات. الظاهر ان الموضوع قلب جد معاها ووقعت في حبك. عمر قام وقرب منها بعصبية: سما اسكتي. اسكت؟ هي مش دي الحقيقة؟ وبعدين بصت لفيروز اللي كانت مصدومة من الكلام ومش قادرة تتحرك. بص يا حلوة، عمر بيحبني أنا ومتفق مع أهلي إنه هيجي يتقدم لي بعد الامتحانات. وبصت لها من فوق لتحت وكملت: وبعدين سوري يعني، ما تحطيش نفسك في خانة إنك ممكن تتحبي بالشكل ده. أنا مش عارفة يعني ممكن عمر أو غيره يحبك على إيه؟ أنت مش بتشوفي نفسك في المراية ولا إيه؟ فيروز بصت لعمر بصدمة وعدم تصديق وقامت بكل هدوء ومشيت من قدامهم، بعد ما بصت له نظرة كلها انكسار ووجع. نظرة لو كانت لجبل كانت هد من كتر ما هي مليانة ألم ووجع. مشيت بسرعة وخرجت من الكلية. خرجت وهي مقررة ما ترجعش تاني، حتى حفلة التخرج مش هتيجي ولا هتخلي حد يشوفها تاني. عجبك اللي عملتيه ده؟ ايه، هي صعبت عليك ولا ايه؟ انا قلت اجي افوقها احسن تفضل عايشة في الوهم ده كتير. مالكيش دعوة، انا كنت هفهمها بالراحة. انت ليه عملت كده وكسفتيها قدام الجامعة كلها؟ عشان هي تستاهل ده، عشان اللي يبص الحاجة بتاعتي ادفنه يا عمر، وانت عارف. عمر بصلها بغضب وسابها ومشي. يا تكون ليا يا ما تكونش لأي حد غيري. بعد ما عمر مشي، تقى صاحبة سما اتكلمت وقالت لها: حرام عليكي اللي عملتيه ده يا سما، كسرتي خاطر البنت. احنا عمر ما حد فينا شاف منها حاجة وحشة، بالعكس كانت بتساعدنا كلنا، ما يكونش ده جزائها في الآخر. حرام يعني أسعد يوم في حياتها يبقى أتعس يوم كده، وانت عارفة كويس انها أشطر واحدة هنا وهتكون معيدة قريب. ابقي قابليني لو خليتها تخطي خطوة هنا تاني، مش دي اللي هتكون أعلى مني، وانت عارفة كويس أنا ممكن أعمل إيه. ربنا يهديك يا سما ويتقي الناس من شرك، خصوصا البنت دي. ومشيت وسابتها، وباقي البنات كمان مشيوا، وفضلت سما لوحدها تخطط بخبث. فيروز روحت البيت وهي دموعها على خدها. قبل ما تفتح باب الشقة مسحت دموعها ودخلت. حاولت ترسم الابتسامة: السلام عليكم يا خالته. وعليكم السلام يا حبيبة خالته، ألف مبروك آخر يوم ليكي. الله يبارك فيكي يا خالته. قامت وقربت منها: مالك يا حبيبتي، انت معيطة؟ لا لا خالص، أنا زي الفل، أنا بس كنت سهرانة طول الليل بذاكر وعاوزة أدخل أرتاح شوية. لسه جاية تمشي خالتها وقفتها: لما أمك ماتت خدتك واعتبرتك زي بنتي وأحسن كمان من بنتي. أبوكي مشي وسابك ليا، وكنت ليكي صديقة وأخت قبل ما أكون خالتك. مش عاوزاكي تكوني مخبية عني حاجة يا فيروز، أنا بحبك زي بنتي بالظبط. فيروز حضنتها وقالت بدموع: أنا كويسة يا خالته والله، لو في حاجة هقولك ما تقلقيش. ماشي يا بنتي، ربنا يصلح لك حالك ويرزقك يا رب. فيروز باست راسها ودخلت أوضتها واترمت على السرير وعيطت وخرجت كل اللي جواها. عندها حق، أنا فعلا وحشة. أنا مين يعني عشان يبصلي؟ أنا لا في شكلها ولا في جمالها، وكمان أنا فين وهو فين. أنا غلطت، أيوة غلطت لما رحت قلت له أنا متهورة واختياراتي كلها غلط. اتبعتت رسالة على التليفون وكانت منه: فيروز أنا آسف على اللي حصل ده، حقك عليا، ممكن نتقابل وساعتها هشرح لك كل حاجة.
فيروز شافت الرسالة وسكتت، حست إنه ممكن يكون مظلوم والبنت دي بتتبلى عليه. تمام، موافقة. وقفلت التليفون ونامت. شكلي حلو؟ كانت فيروز واقفة قدام المراية وسلمى جنبها واقفة بتوتر. قلبي مش مرتاح، حاسة إن في لعبة من ورا الرسالة دي والواد ده مش عاوز يجيبها البر. سلمى مسكت ايد فيروز وكملت: هو أنا لو قلتلك ما تروحيش مش هتروحي؟ سلمى ممكن انتي ترتاحي؟ صدقيني أنا حاسة إنه مظلوم والبنت دي عملت كل ده عشان تفرقنا، ويا ستي لو حسيت إن في حاجة هسيبه واجي من غير ما أكلمه. قلبي برضه مش مرتاح، أنا هاجي معاكي عشان ما يحسش إنك لوحدك. سلمى طيب بصي، تعالي معايا بس اقفي بعيد، ماشي؟ ماشي، موافقة. ها شكلي حلو؟ زي القمر. كانت لابسة دريس لونه بيتي وعليه طرحة اوف وايت، ولابسة النضارة بتاعتها عشان ما بتقدرش تشوف من غيرها. وصلت المكان ولقيته قاعد مستنيها، وأول ما شافها ابتسم. إيه القمر ده؟ فيروز بصت له بخجل وقعدت بتوتر. تشربي ايه؟ أي حاجة اللي تطلبه. ونادى الجرسون وطلب لهم. أنا آسف على الموقف اللي اتحطيتي فيه بسببي، بس سما كده دايما بتدخل نفسها في اللي ملهاش فيه. عادي ولا يهمك، المهم انك ما قلتش حاجة تزعلني. عمر بصلها وابتسم. فيروز انت بنت جميلة قوي وتستاهلي كل خير، وتستاهلي حد أحسن مني كمان، بس أنا مش حاسس إني. أيوة يا حبيبتي، مش حاسس إنه بيحبك، ويلا قومي روحي بقى عشان القعدة طولت قوي وبوخت وأنا الصراحة زهقت. سما انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت مش قلتلي استنيني عقبال ما اخلص الموضوع ده وارجع لك؟ فانا جيت اشوف اتاخرت ليه، لقيتك عمال تديها في مبررات. فيروز بصدمه. مبررات؟ فيروز استني هفهمك. فيروز مين حته البتاعه دي اللي عامل لها قيمه؟ انت مش شايفها عامله ازاي يا ابني؟ وشدت النضاره من على عينيها. فيروز حست انها شالت روحها. ارجوكي هاتي النضاره، لو عاوزاها روحي وراها. وقربت من البحر ورمت النضاره. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا. عاوزاكوا بقى تكتبولي في الكومنتات تفتكروا رد فعل فيروز هيكون ايه، وعمر كمان هيعمل ايه، ويا ترى سلمى راحت فين. وياريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. وياريت كمان تسيبولي رأيكم اللطيف في كومنت. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.